صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة 3:25 من فجر يوم السبت الموافق 17 من الشهر الأول من عام 1439 للهجرة، تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي المتواجدة أمام البوابة الغربية لقصر السلام في مدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم حص/كاف 6081، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف، مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال. كما نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد كل من وكيل رقيب حماد بن علي المطيري والجندي أول عبد الله بن فيصل السبيعي رحمهم الله تعالى وتقبلهما في الشهداء، وإصابة كل من العريف طامي علي شامي والجندي أول أحمد صالح القرني والجندي أول عبد الله هندي السبيعي، حيث يتلقون حاليا العلاج اللازم شفاهم الله. وقد اتضح من إجراءات التثبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري سعودي الجنسية، ويبلغ من العمر 28 عاما، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف 3 قنابل حارقة مالوتوف. وما تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها، وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقا إن شاء الله، والله الهادي إلى سواء السبيل.